موجودين مصر المغرب، مصر في مواجهه السنغال والمغرب في مواجهه الكونغو. مصر والسنغال يا كابتن حضرتك قلت ما حدش يقف قدام السنغال، ودائما وابدا الفرقه القويه قوي في افريقيا اللي هم افريقيا السمراء احنا بنعرف نلعب قدامهم. دي حقيقه. هل في الجيل ده السلام عليكم يقدر اخوتي، يعوض مرحبا ما بكم فاته في في القناه تاعي. 2021 لا والتاهل عجبكم لكاس الفيديو العالم ما وخساره تنساوش النهائي؟ لايك، دعمونا هم اخوتي زعلونا بلايك بصراحه، والاعجاب باش ودي اكتر مباراه المفروض انها تكون سائريه لمنتخب فرجه مصر. ممتعه. شكرا والدافع جزيلا. فيها لازم يبقى قوي قوي ان احنا نوصل لفاينل البطوله، بصرف النظر عن مين هياخد البطوله. لكن الماتش ده بالذات وانت وصلت للمرحله والخطوه دي، دي من الحاجات الاساسيه ان انت لازم تعوض فيها تاريخك اللي انت فقدته في الثلاث اربع سنين، والمركز بتاعك العالمي وعدم تحقيق بطوله، صح، وعدم وصول الصعود لكاس العالم. يعني دي حاجه من الحاجات اللي لازم اللعيبه وخصوصا طبعا بقياده محمد صلاح وعمر والمجموعه اللي موجوده اللي املنا فيهم كبير ان شاء الله، ان شاء الله ان هم يحققوا الفوز على منتخب السنغال. يا رب يبقى مصر ان شاء الله توصل للنهائي باذن الله على حساب منتخب السنغال. الناحيه الثانيه المغرب في مواجهه كونغو الديمقراطيه. يعني الماتش برضه هيبقى صعب على المغرب، لكن الكونغو مش هيستسلم بسهوله يعني. أوكي. يعني ده ممكن يوصل لضربات جزاء، لان دي صبر من عقليه المدربين اللي بتعرف تقرا الفرق اللي قدامها كويس قوي، ومدرب بيقدر يسيستم المجموعه بتاعت اللعيبه بتاعته على اساس طريقه اللعب اللي بتناسب الفريق المنافس. اتفرجت له الحقيقه على كام ماتش الفتره اللي فاتت، لقيته يعني مدرب من المدربين القليلين قوي اللي بيقدر يصنع لعيب كوره. صح، ودي حاجه بتحسب له طبعا، عشان كده هم متمسكين بيه جدا. اتوقع المغرب، لكن الماتش مش هيبقى سهل عليها او مش هتصعد بسهوله. يبقى المغرب تعبر بعد صعوبه في مواجهه منتخب الكونغو الديمقراطيه عشان نوصل لنهائي ما بين منتخب مصر ومنتخب المغرب. اتمنى احنا نوصل للخطوه دي. يعني هتبقى راضي يا كابتن ابو جريشه جدا، وشايف ان المشاركه جيده قبل ما نروح للفاينل لو منتخب مصر قدر يوصل ان شاء الله النهائي باذن الله باذن الله. عايز افكر الناس بحاجه، بس ان منتخب المغرب ما بياخدش بطوله على ملعبه، ودي حاجه ممكن تبقى دافع قوي جدا للاعيبتنا. لكن انت وصلت لخطوه زي كده وخطوه لتصليح حاجات كتير قوي في الكوره، وخصوصا ان انت بقالك فتره بعيد عن منصات التتويج. دي حاجه من الحاجات اللي ممكن ترجع لك تاني الامكانيات بتاعت لعيبتك اللي هي كانت مهدره الفتره اللي فاتت، ان انت ما بتاخدش بطوله. محمد صلاح في فتره من الفترات كان بينافس على او تواجده في البالون دور عشان خطوه زي كده، صح، ما حققش بطوله قاريه، ودي حاجه من الحاجات اللي كانت هتساعده كتير قوي ان هو يحقق حاجه زي كده. اتمنى ان دي تساعده ويحقق حاجه زي كده مع منتخب مصر، لانه ما خدش بطوله قاريه معاهم. والحاجه الثانيه ان هو يحقق حاجه شخصيه ليه لان الفتره اللي فاتت كان عليه ضغوطات شديده جدا. اعتقد ان هو احق ان هو يكون موجود في الفاينل باذن الله ويتوج بالبطوله. يبقى اختيار حضرتك هو ان شاء الله باذن الله يكون منتخب مصر، باذن الله يكون منتخب مصر، مع الاعتراف طبعا بصعوبه المهمه مليون في المية امام منتخب. احنا بنتكلم كده طبعا، لكن الماتش ومتغيراته وظروفه وحاله اللعيبه اللي موجوده في الملعب والتكتيك اللي هتلعب بيه. حضرتك قلت جمله مهمه، طالما وصلت للمرحله دي ما تستبعدش اي شيء. لا خالص، لا انت وصلت للدافع القوي اللي انت بتحلم بيه من فتره كبيره عشان توصل لمرحله زي كده. ما اعتقدش ان انت هتقدر تفرط فيها بسهوله، ما اعتقدش ان انت هتقدر تسيب الماتش يروح لفرقه ثانيه وانت واصل للخطوه الاخيره ان انت تمسك فيها الكاس. اعتقد ان دي حاجه من الحاجات اللي حلم لكل اللعيبه الفتره دي، والطموح الكبير ان انت تحقق حلمك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن ابو جريشه واحد من كبار هدافي الكره المصريه وسريل عائله ابو جريشه العظيمه في الكره المصريه وفي اسماعيليه. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. بشكرك جدا يا اسلام، ده انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده. ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله باذن الله باذن الله مصر والمغرب في النهائي كما توقع كابتن محمد صلاح ابو جريشه، وباذن الله محمد صلاح يستطيع رفع لقب كاس الامم الافريقيه رقم 8 في تاريخ الفراعنه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من الطريق الى النهائي.